أعزائي المتابعين، أهلا بيكم. إيه اللي حصل بعد موقعة الجمل؟ سيدنا معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين. خلصت موقعة الجمل، واللوم يقع طبعا على قتل سيدنا عثمان اللي أشعلوا الفتن وقوموا الدنيا على بعضها. طيب سؤال، هي السيدة عائشة وطلحة والزبير خلفوا أي أمر لسيدنا علي بن أبي طالب؟ لا طبعا. ده حتى سيدنا طلحة والزبير بايعوا سيدنا علي وخرجوا من المدينة بعد ما استأذنوا سيدنا علي. والسيدة عائشة كانت أصلا بتحج في مكة، وكانت بتنصح الناس بمبايعة علي بن أبي طالب وموافقة جدا. ولما راحت السيدة عائشة مع الصحابة للبصرة، كان هدفهم يجيبوا قتلة عثمان ويساعدوا سيدنا علي على القصاص. وفعلا سيدنا علي وقتها كان خارج للشام، وما كانش فيه مراسلات سريعة بينه وبينهم عشان يبلغوه بأي تفاصيل، فكانت النية سليمة جدا بجانب سرعة التخطيط. ولكن المنافقين كانوا هم السبب في إشعال الفتنة. طيب، ليه المنافقين كتروا قوي كده؟ ليه ما كانش في حاجة توقفه؟ لأن المنافقين في كل زمان وكل مكان، والصحابة قليلين ومات منهم كتير جدا. فكل ما الصالحين يقلوا كل ما الخبث يزيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لأن الثلاث قرون الأولى دول أكتر قرون كان فيهم صحابة، وكل ما الصالحون يموتوا كل ما الخير يقل. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. يعني دي من علامات يوم القيامة. طيب، سيدنا علي بن أبي طالب هيعمل إيه دلوقتي؟ هيعمل اللي النبي أمره بيه. فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي: يا علي، سيكون بينك وبين عائشة أمرا، يعني بعد ما أموت هيحصل بينك وبين السيدة عائشة سوء تفاهم. فقال علي: أنا يا رسول الله، أنا هيحصل مشكلة بيني وبين أم المؤمنين عائشة؟ قال النبي: نعم. فقال علي: إذن أنا أشقى القوم يا رسول الله. فقال النبي: لا يا علي، ولكن حين يحدث ذلك فأرددها إلى مأمنها، يعني ارفق بيها واحميها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي هيجهز السيدة عائشة للرجوع للمدينة، وهيكونوا معاها مجموعة من أصحابه، منهم أخوها محمد بن أبي بكر وسيدنا عمار بن ياسر. فلما السيدة عائشة تلاقي إنها خلاص هترجع للمدينة، تقف أم المؤمنين وتقول: يا أبنائي، لا يعتب بعضكم على بعض، محدش يتكلم ويعيد ويزيد. ووالله ما كان بيني وبين علي إلا ما يكون بين المرأة وأحمقها. يعني عايزة تقول أنا وعلي حصل بينا سوء فهم زي أي واحدة وأهلها. ووالله إن علي من الأخيار. فسيدنا علي يسمع كلامها ويتأثر، فيقف هو كمان ويقول: صدقت أم المؤمنين، ووالله ما كان بيني وبينها إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها، وأنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. بجد حاجة في منتهى النبل وسمو الأخلاق. طيب، هم عملوا كده ليه؟ عشان يسكتوا ألسنة أي حد ممكن يروح يحكي ويتكلم، خصوصا إن المنافقين مؤكد هيبقوا عايزين يستغلوا ده. ويأمر سيدنا علي الناس إنها تتحرك، وفي الطريق تعدي السيدة عائشة وتبص على قبور القتل، قبر طلحة والزبير، فتبكي. والرواة بيقولوا إن كلما ذكرت السيدة عائشة معركة الجمل بكت حتى بلت خمارها، وقالت: ليتني مت قبل هذا اليوم ب20 سنة. وسبحان الله، سيدنا علي بن أبي طالب قال نفس الجملة لما تفاجئ إن الجيشين بيضربوا في بعض. لما المنافقين عملوا الخدعة، الاتنين قالوا نفس الجملة.
الاتنين نفس تربية النبي صلى الله عليه وسلم، واللي حصل كان فعلا صعب جدا. سيدنا علي بن أبي طالب بقى مدرك إدراك تام إن المنافقين مسيطرين جوه الجيش بشكل قوي جدا، وهيكون لهم يد في سفك دماء المسلمين. فسيدنا علي دلوقتي بقى هدفه إنه يرجع لخطته الأولانية قبل ما يحول طريقه للبصرة، وهي إنه يحاول بكل الطرق يتفاهم مع سيدنا معاوية عشان يقنعه إن لازم تبقى إيدينا في إيدين بعض، ولازم تتم متابعة علي بن أبي طالب الأول، وساعتها هيبقوا إيد واحدة وينضم له جيش سيدنا معاوية ويقتصوا من المنافقين لأنهم كتير جدا. لكن سيدنا معاوية دمه بيغلي ومش قادر يتحمل إن المنافقين قدام عينيه ومش بيقتص منهم. وطبعا هو معذور، لأن لأن اللي المنافقين عملوه مش شوية. لكن ما كانش فيه أي نزاع بين سيدنا معاوية وعلي بن أبي طالب على الخلاف. ولما كانوا بيسألوا سيدنا معاوية كان يرد ويقول: والله إني لأعلم أن علي أفضل مني، إني لأعلم أن علي أفضل مني، أن علي أفضل مني وأحق بالأمر، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه وولي دمه؟ فسيدنا معاوية ما كانش بيتنازع فسيدنا معاوية ما كانش بينازع عشان الخلاف، وأصحاب رسول الله خط أحمر بأمر من رسول رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، وقال: لعن الله من سب أصحابي، وقال: والذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحدهم ذهبا ما بلغتم أعماله. تعالوا نتكلم شوية عن سيدنا معاوية بن أبي سفيان. قال عنه بعض العلماء أنه يبقى خال المؤمنين، لأن أخته أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا معاوية من الصحابة اللي اتظلموا جدا في التاريخ وتشوهت صورته، لكن الحقيقة هو صحابي جليل، فلازم نحس بالمسؤولية من ناحيته، ولازم ندافع عنه رضي الله عنه وأرضاه. مرة واحد من الصحابة لقى النبي صلى الله عليه وسلم وقت السهر رفع إيديه وعمال يدعي ويقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. فكان سيدنا معاوية من أمهر الناس في الحساب، وحفظ القرآن بالكامل، وكان من كتبة الوحي. فسيدنا معاوية ما كانش حد عادي، ده كان من سادة الصحابة، وأسلم يوم صلح الحديبية. في موقف حصل وأتذكر في صحيح مسلم، الناس بتقول من خلاله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكره سيدنا معاوية والعياذ بالله. الموقف هو إنه امرأة راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إن في 3 من الصحابة متقدمين لخطبتها ومش عارفة تختار بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: مين ال3؟ فقالت له أسماءهم: أبا الجهم، معاوية، أسامة بن زيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقول رأيه فيهم، وقال: أما أبا الجهم فلا يضع العصا من عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن تزوجي من أسامة. فأطاعت النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجت أسامة، فربنا جعل لها خير فيه، لدرجة إن الناس كانت بتقول يا بختها. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاوية صعلوك. يعني إيه بقى صعلوك؟ معناها في اللغة العربية يعني الفقير اللي مش معاه فلوس يقدر يتزوج بيها. بس كده يا جماعة، هو ده معناه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيكره معاوية، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. طيب، هنتكلم بقى عن خروج سيدنا علي للتفاوض مع سيدنا معاوية، وفشل المفاوضات وبدأت موقعة صفين.
سيدنا علي بعد معركة الجمل واستقرار الأوضاع بدأ يحاول يرتب أموره، لأنه وقت خروجه من المدينة كان ناوي يروح لسيدنا معاوية بن أبي سفيان عشان يحاول يفهمه وجهة نظره، وأن القصاص الفوري هيعمل كارثة كبيرة. وأكبر دليل على ده هو اللي المنافقين عملوه في معركة الجمل. بس طبعا سيدنا معاوية دمه بيغلي، مش قادر يتخيل إن قتلة عثمان قدامنا ومحدش اقتص منهم، خصوصا إن سيدنا علي بن أبي طالب قرر ينقل مقر خلافته للكوفة اللي هي منبع قتلة عثمان. فسيدنا معاوية اتضايق، لأنه شايف إن إزاي يا سيدنا علي تنقل مقر الخلافة للكوفة؟ إزاي تروح تقعد وسط قتلة عثمان؟ طيب ليه سيدنا علي نقل مقر الخلافة من المدينة للكوفة؟ عشان يبقى في وسط القتلة، فيقدر يوجههم زي ما هو عايز ويتحكم فيهم شوية. وبرضه ما تنساش إن المنافقين بايعوا سيدنا علي على الخلافة، وده مكسب كبير لسيدنا علي عشان يقدر يمسك الأمور شوية. وكان الأشتر وابن سبأ من كبار المنافقين اللي شاركوا في مقتل سيدنا عثمان بن عفان، ورغم كده كانوا قادة في جيش سيدنا علي. طيب ليه سيدنا علي مخلوهم قادة؟ لأن أتباعهم كتير، وسيدنا علي عايز يتحكم في الأغلبية، لأن المنافقين منتشرين في كل مجالات البلد، واللي حصل منهم في معركة الجمل ما كانش شوية. فسيدنا علي لو اقتص دلوقتي من قتلة عثمان هيقتص ويقتل مين ولا مين؟ ده غير انه ممكن يقتل ناس ظلم، لأن المنافقين منتشرين قوي وسط الناس. فكان سيدنا علي عايز يتفق مع سيدنا معاوية وتتم المبايعة من أهل الشام على الخلافة، وبعد كده يتحدوا سوا وينضم جيش سيدنا معاوية لسيدنا علي. وبعد كده لما تستقر الأمور بين المسلمين هنبدأ نطلع قتلة عثمان واحد واحد ونقتص منهم. فسيدنا علي وقف وسط أصحابه وقال: من يذهب إلى الشام ويدعو معاوية بن أبي سفيان للمبايعة؟ فالصحابي الجليل سيدنا جرير بن عبد الله قال: أنا أذهب إليه يا أمير المؤمنين، فإن بيني وبينه ود. وفعلا طلع سيدنا جرير للشام وكلم سيدنا معاوية وعرض عليه طلب سيدنا علي، لأن كل البلاد بيعت سيدنا علي ما عدا الشام. ولكن سيدنا معاوية قال إن قتلة عثمان مثلوا بجسده وقطعوا عنه الماء، وإنه ولي دم عثمان، وإنه طالب القصاص الفوري. وبعد ما يتم القصاص هبايع علي بن أبي طالب على الخلافة. وسيدنا معاوية قال كمان إن في أفراد من اللي اشتركوا في مقتل عثمان زي الأشتر وابن سبأ موجودين في جيش علي، فإزاي علي سايبهم في جيشه من غير ما يقتلهم؟ خصوصا إن الموضوع واضح جدا، وسيدنا علي مش محتاج دليل على قتلهم لعثمان. فسيدنا جرير رجع لسيدنا علي بن أبي طالب وقال له: أنا اتكلمت مع معاوية، ومعاوية مصر على رأيه، ولكن أنا شايف إن معاوية رأيه صح جدا. فرد علي بن أبي طالب بمنتهى الهدوء وقال: يا جرير، الأشتر وابن سبأ في ناس كتير تبعهم في الجيش، فلو تم القصاص منهم هيحصل في الجيش انقسام كبير، وبكده هتحصل مشكلة كبيرة. فاحنا محتاجين تسكين للأمور، ومحتاجين نقرب من بعض ونبقى إيد واحدة، وبعد كده هنبدأ نطلع قتلة عثمان واحد واحد ونقتص منهم، لأن المنافقين دلوقتي مسيطرين على كل حاجة. فسكت جرير. أصل فعلا يا جماعة سيدنا معاوية عنده حق، وسيدنا علي برضه عنده حق. طيب وبعدين؟ بعد كده وقف سيدنا علي وقال: أشيروا علي أيها الناس، ماذا أصنع؟ فأشاروا عليه بالذهاب لمعاوية. ولما عرف سيدنا معاوية إن سيدنا علي جاي للشام، فوقف وقال: أشيروا علي أيها الناس، ماذا أصنع؟ فقالوا: عليك الأمر وعلينا الفعل.
قرر سيدنا علي إنه يروح الشام بنفسه. طيب، هو رايح يحارب؟ لا طبعا، هو رايح بهدف أساسي، هو إنه يحاول يقنع سيدنا معاوية بالمبايعة ويفهمه الأوضاع. وخروجه بجيش ده أمر طبيعي جدا، لأنهم رايحين يحلوا مشكلة وكل واحد له مؤيدين. لما سيدنا علي خرج، جري عليه ابن سيدنا الحسن وقال له: لا تخرج يا أبي، إن هذا فيه سفك دماء للمسلمين، لأن طبعا المنافقين كتير وهتحصل فتنة. ولكن سيدنا علي أصر لأنه عارف إن المنافقين مش هيسكتوا حتى لو هو فضل ساكت وقاعد مكانه. في مجموعة من الصحابة اعتزلت الفتنة، زي سيدنا جرير وسيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب وسيدنا أبو موسى الأشعري، وما خرجوش مع سيدنا علي بن أبي طالب. أخذ سيدنا علي جيشه وخرج لأرض الشام، وفي نص الطريق قال سيدنا علي لرجلين بيثق فيهم إنهم يسبقوه على الشام بمسافة ساعتين 3، عشان لو قابلوا حد من أهل الشام فيتكلموا معاه ويحاولوا يقنعوه، ونبه عليهم إنهم ما يبدأوش بالقتال أبدا. وبالفعل الرجلين دول قابلوا في طريقهم واحد اسمه أبو الأعور السلمي، ومعاه مجموعة من جنود سيدنا معاوية. فعرضوا عليه المبايعة لعلي، وقالوا له إن سيدنا علي جاي وهيتكلم مع سيدنا معاوية، وأكيد هيتفقوا على كل شيء وكل الأمور هتتحسن. فرفض أبو الأعور. فالرجلين دول بعتوا جواب لسيدنا علي وبلغوه إن بعض أهل الشام رفضوا المبايعة. فلما علي استلم الجواب قراه وقال للناس إن تم الصلح بيننا وبين أهل الشام. طيب، ليه سيدنا علي قال كده؟ عشان يضيع على الأشتر وابن سبأ وباقي المنافقين أي محاولة لإثارة الفتنة ومحاربة معاوية وأهل الشام. طيب دلوقتي جه سيدنا معاوية، خرج ووصل عند حدود الشام، عند مكان فيه آبار مياه وعسكر هناك، وانتظر سيدنا علي. ووصلت الأخبار لسيدنا علي، فقرر هو كمان إنه يعسكر في مكانه لحد ما يشوف هيعمل إيه. بعد كده بدأ سيدنا علي يبعت جوابات لسيدنا معاوية بيطلب منه المبايعة ويحاول يقنعه، لحد ما انقطعت الرسائل بين علي ومعاوية فجأة ولمدة يومين. طيب ليه؟ أصل جيش سيدنا معاوية عمل حاجة صعبة قوي، قطعوا المية عن جيش سيدنا علي، لأن المنطقة اللي فيها الآبار كانت معسكر لهم. بس سيدنا معاوية ما كانش عارف إن جيشه عمل كده. طبعا ده عشان الوضع صعب قوي، لأن جيش معاوية شايف المنافقين قدام عينيه في جيش سيدنا علي. فلما بيمنعوا المية عن جيش سيدنا علي بيبقوا شايفين إنهم بيمنعوها عن المنافقين. فتوصل الأخبار لسيدنا معاوية، ويجي له واحد من جيش سيدنا علي بيشتكي ويقول: الله الله يا معاوية في أمة نبينا محمد. فسيدنا معاوية يقول له: ماذا بك؟ فقال: خلوا بيننا وبين الماء. فيعرف سيدنا معاوية أن الماء اتقطعت عن جيش سيدنا علي، فيأمر سيدنا معاوية جيشه بسرعة ويقول: خلوا بين إخواتنا وبين الماء، سيبوهم يشربوا وما تقطعوش المية. بعد كده رجعت المراسلات من تاني، بس للأسف سيدنا معاوية ما كانش بيقتنع، لأنه شايف قتلة سيدنا عثمان بن عفان قدام عينيه في جيش سيدنا علي، فما كانش قادر يقتنع أبدا بالرؤية اللي سيدنا علي شايفها وخايف إنها تحصل. سيدنا علي رضي الله عنه اتحمل كتير جدا بوجوده وسط المنافقين، وطول فترة خلافته ما عملش أي فتوحات إسلامية. ده عشان فترة حكمه كانت كلها تعب وفتن. مرة واحد لئيم راح وقال له: يا أمير المؤمنين، لماذا حدثت الفتن في عهدك ولم تحدث في عهد عمر بن الخطاب؟ فسيدنا علي رد عليه رد في منتهى الذكاء وقال: لأن عمر كان وليا على أمثالي وأنا وليا على أمثالك. فبعد فشل المراسلات خرج الموضوع عن سيطرة سيدنا علي ومعاوية، ونشبت الحرب بين الجيشين،
ويحاول سيدنا علي يسيطر على جيشه بوصايا هيقف يقولها: أيها الناس، لا تبدأوهم بالقتال، وإن قتلتموهم فلا تقاتلوا مدبرا. يعني لو واحد بيهرب سيبوه، لا تجهزوا عليه. يعني لو لقيت واحد مجروح، حتى لو انت اللي ضربه، اوعى تكمل عليه وتقتله، ولا تكتشفوا لهم عورة، ولا تهتكوا لهم سترا، ولا تأخذوا شيئا من أموالهم، لأن أموالهم دي مش غنيمة زي بقية الحروب. الجيشين كانوا عند منطقة اسمها صفين، فاتسمت المعركة بالاسم ده، وهيتقتل الصحابي الجليل سيدنا عمار بن ياسر. وكان سيدنا عمار هو الفيصل في المعركة دي. طب ليه؟ أصل أيام بناء المسجد النبوي كان سيدنا عمار بيشيل حجرين في المرة، مش حجر واحد زي باقي الصحابة. فكان فرحان ومبسوط قوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فرحان بيه. بس النبي صلى الله عليه وسلم عنده خبر صعب قوي هيقوله لعمار دلوقتي. النبي بص لعمار وقال: ويحك يا ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية. وتعدي السنين، والصحابة طبعا كانوا عارفين الكلام ده من وقت ما النبي صلى الله عليه وسلم قاله. بس النبي ما حددش لفظا من الفئة الباغية، بدليل ان سيدنا الزبير لما شاف عمار بن ياسر قدامه في معركة الجمل خاف وساب المعركة، لأنه فكر نفسه هو المقصود بالحديث، وطبعا ما كانش هو المقصود من الحديث. وعلى فكرة نسبة الصحابة في الفترة دي كانت قليلة جدا. فسيدنا عمار في معركة صفين كان مع جيش سيدنا علي، وهيتقتل على يد الفئة الباغية، وهي المجموعة اللي هجمت عليه وقتلته من جيش معاوية. وما تنساش كمان إن جيش سيدنا علي مليان منافقين، فجيش سيدنا معاوية منفعل جدا بسبب كده. فالمعركة كانت شديدة جدا. طيب ايه اللي حصل دلوقتي؟ سيدنا عمار اتقتل، فسيدنا معاوية اتخض، لأن ده معناه إنه ممكن يكون هو المقصود بالفئة الباغية اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها. فسيدنا معاوية بقى مصدوم جدا، فبدأ سيدنا معاوية وسيدنا عمرو بن العاص يمنعوا الناس من القتال، وكمان الناس من نفسهم ما بقوش عايزين يحاربوا. الكل شك بمجرد وفاة سيدنا عمار، فيأمر سيدنا معاوية جيشه كله برفع المصاحف، وبسرعة الجيش ينفذ الكلام. فجاء سيدنا علي يشوف المنظر ده. قتلة عثمان يضطروا يوقفوا القتال، لأن كده هيبان إنهم فيهم مشكلة. ويوصل جواب من سيدنا معاوية لسيدنا علي بيطلب فيه هدنة ووقف القتال، ويقول له: بيننا وبينك كتاب الله. ويرد سيدنا علي ويقول: أنا أحق بكتاب الله. ويأمر سيدنا علي بوقف القتال، ووقفت المعركة وحصلت هدنة، وهيحصل بين الجيشين حاجة اسمها التحكيم. وبإذن الله نكمل بفيديو آخر. مع خالص أمنياتي لكم بكل توفيق وسعادة. إلى اللقاء.